العربيات المستعمله بتتسعر ازاي وبناء على ايه ولحساب مين؟ سوق المستعمل من لا منطق للفقاعه، البلد الوحيد في العالم كله اللي كل لما العربيه تقدم فيها سعرها يعلى. في وقت ارتفاع اسعار الجديد بيربطوا نفسهم بالجديد، في وقت الانخفاض بيبعدوا خالص عن الجديد. طب انت كمالك عربيه مغلوب على امرك مش فاهم بتسعر ازاي؟ عن طريق السوق. طب السوق بقى بيسعر ازاي؟ تعال اوريكم مثال حي على عربيه تويوتا كرولا 2018 على ابلكيشنز المستعمل اللي المفروض هم المرجع بتاعنا. الابلكيشن الاولاني قال من 767 ل 814000 هو تسعير العربيه. الابلكيشن الثاني قال لك من 854000 ل 892000. طب السعر ده بقى جاي منين؟ الابلكيشنز دي بقى بتعمل حاجه اسمها ماركت بيزد برايسنج، يعني بتاخد متوسط سعر الاعلانات وتطلع لك سعر العربيه. المشكله بقى ان الاعلانات دي ممكن تكون مضروبه او متعمده ترفع سعر السوق، وعشان النسبه الاكبر من سوق المستعمل هنا في مصر تجار، ده معناه ان التجار برضه هم اللي متحكمين في سعر السوق. يعني لو في 30 تاجر اتفقوا ان هم يعلوا سعر عربيه هيخشوا يعملوا اعلانات مضروبه لنفس العربيه عشان الماركت تلقائي هيعلي سعر متوسط العربيه بتاعته، وده اسمه ماركت ديستورشن، وهو ده تشوه السوق اللي بيحصل. تعال اقول لك بقى التسعير المنطقي للعربيات المستعمله، وهناخد مثال على نفس العربيه اللي انا سعرتها في الاول. اي اصل بيتحدد سعره بناء على القيمه المرجعيه زائد نسبه الاهلاك، والقيمه المرجعيه هنا في مصر مضروبه. هناخد المرجعيه هنا للسعر الاصلي للعربيه بالدولار زائد نسبه الاهلاك، لان اي عربيه ليها نسبه الاهلاك بتاعها. العربيه في 2018 زيرو كان ثمنها 315000 جنيه، والدولار وقتها كان ب 17 جنيه 76، يعني ثمن العربيه في وقتها بالدولار 17736 دولار. فلو حسبنا نسبه اهلاكها 10% لاول سنه و5% لكل سنه بعديها، مع ان الارقام العالميه بتقول اكتر من كده بكتير، يعني في خلال السبع سنين من 2018 لحد النهارده فقدت 35% من قيمتها. ولو على الارقام العالميه فانا كريمها جامد قوي، ولو ضربناهم في سعر الدولار النهارده هتبقى 559 الف جنيه، يعني العربيه متسعره اعلى من قيمتها الفعليه من 25 ل 35%. وخلي بالك ده تسعير الكورولا اللي نسبه اهلاكها اقل بكتير من عربيات تانية. لو دخلنا في عربيات تانية هتلاقي القيمه الفعليه بتاعتها اقل من السعر المعروضه بيه ب 50 و60%. انا بوجه كلامي للابلكيشنز دي ان هي تسعر تسعير منطقي بعيدا عن اسعار التجار خالص، وكلامي بقى موجه للتجار اللي هيمشي على التسعير العادل هيكسب اسرع، لان دي سرعه دوران راس مال وانت وانا فاهمين. اما اللي بيغلي في السعر هيقعد بالعربيه في المعرض شهور، السوق داخل على شفافيه، واللي مش هيتاقلم هيخرج بره اللعب. وعلى فكره الكلام اللي بقوله لك ده مش من مصلحتي، لان دي كرولا 2018. سلام.